النخيل البرحي ليه اتسمى بهذا المسمى واصله جاي من فين؟ السلام عليكم، معكم مهندس احمد صلاح مشات الخليج، ورمضان كريم عليكم. هنبتدي معاكم ان شاء الله الفتره دي مجموعه فيديوهات نتكلم عن النخيل وعن الاستثمار الزراعي بصفه عامه، ونصايح كتير واسئله كتير من اللي انتم بتسالوها لنا. وان شاء الله نبتدي معاكم النهارده اول حلقه، هو تعريف بالنخيل البرحي، هو اصله ليه اتسمى بهذا المسمى واصله جاي من فين وهكذا. نتفق ان النخيل اصله يعني هو موجود في اكثر من 2000 نوع على مستوى العالم. يمكن العراق لوحدها تحتوي على تقريبا مش اقل من 600 نوع. طبعا من اشهرها طبعا النخل البرحي، ويقال ان البرحي نمت اصلا في البصره في العراق، ونمت عن بذره في مكان لوحده، كان بعيدا عن مزارع النخيل، فكانت في مكان لوحدها. وما شاء الله لما نمت كان منظرها مميز جدا، جريدها لونه فاتح جميل وعريض وطويل، والنخله نفسها ساقها ضخمه، شكلها منمق جميل، فجذبت انتباه الناس، فقالوا خلاص احنا لما نسيبها ونرعاها. ولما اثمرت ما شاء الله طلعت طبعا الثمره الجميله بلونها الذهبي، وكمان ما كانش فيها الماده الضامه اللي بتشرقنا، اللي هي تخليك ما تعرفش تاكل. وده كان طبعا يعني مميز عن كل الاصناف اللي موجوده في الوقت ده، ويمكن الى يومنا هذا. وزي ما قلنا فالنخله دي طلعت في منطقه لوحدها بعيدا عن باقي النخل، فكان في منطقه براح واسعه. كان الناس يروح يقول انا هجيب بلح من النخله اللي في البراح اللي في المكان الواسع اللي هناك ده. ومع الوقت تطورت الى ان اصبحت الى البرحيه اللي هناك دي، ومن هذا المنطلق اتسمت النخله البرحي نسبه للبراح اللي هي كانت موجوده فيه اول نخله اللي هي طلعت هذا الصنف الجميل. اتمنى يا رب اكون افدتكم، وتابعونا عشان الفيديو الجاي هنتكلم عن المواصفات القياسيه لثمره البرحي وعن شكل النخله ومواصفاتها. ولو في عندكم بقى استفسارات ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات او تبعتوا لنا على الصفحه، وتابعونا على صفحه مشتى الخليج. واتمنى يا رب اكون افدتكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده بقى، اي خدمات. السلام عليكم.